لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم، هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا، هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز بقدرك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف متنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي عليا النعمه يا باشا، ان نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني. انا لو الباشا هيشغلني معاه فول وطعميه برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمه ولا انتوا مقطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الافندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الهبر. حاضر يا فندم. ايه يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم، انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل، انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي، ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايز اكلم ايه يا دكتور؟ انت جننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ ما تخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي. ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي. في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5. عالم جلده. جلدة ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني يا اللي مشرف مصر انت؟ لما اطلع من جيبهم $5 ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه؟ مالك؟ اسمي ايه؟ ليه؟ طب اهدى انا هاجي. معلش انا اجيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين. احنا مستنيينك يا باشا، الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقينا قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انتوا عسام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. اطفح. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك مسكتوهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم، المساله بقت عاديه جدا. بقى شعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فانما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للمتظاهرين بطريقه حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. بقول لك ايه، انا كلمتي على رقبتي، الكلمه اللي انا اقولها بنفذها احسن من اي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي استاذ رئيس قسم، استاذ. شكرا. ايه بقى؟ تحب تاكل ايه بقى؟ على مشوي.
مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري بتاع ايه؟ بتاع الوثب الطويل. اللي انت عملت العمليه لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شويه صيع عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوثب الطويل. يا نهار اسود، يا نهار اسود، العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني. انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعه جوه القسم بقول مرافعه عشان اطلعها. الله ما تهمل. معلش يا نجيب، حقك عليا انا. كريم اخويا اصله متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه. بعد اذنك. خد يا كريم، يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن العيال زمان مش هيطبقوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا نجيب. هو في ايه؟ ما نعرفش يا باشا. فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا. كان في 3 شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا ولا اعرفهم، انا بس بسأل يعني. جه البوليس خدهم قدام الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال. اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه، زي الام بالظبط ما بتحط ولادها تحت جناحاتها.